السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا في الصاله جلبه بالقميص ديالها. نشوفوا الطريقه كيفاش، ابسط طريقه وبواحد الطريقه سهله ممكن نفصلوا بها. نبداو بجلبه. هاتو بعدنا كريب دو سوا فوزانديان، وهذا هو القميص اللي غادي نفصلوه. جوهره العبار ديال جوهره 3 متر 3 متر، وما تكونش فيها العرض، تكون فيها لا كيمتر و10 اللي تتكون في العرض تاع هاد القميص اللي غنديرو لهاد الجلابه ديال اللي في الغوزانديان. القميص غادي يكون اكيد بمعنى قميص، يعني هو غير تيكون غير نص السوق، غير النص، ما تكونش الخيط هابطه ساتاس، يعني ما غنفصلوش ساتاس، غنفصلو غير نص السوق. غادي نبداو ان شاء الله بالجلابه. عندنا هذا كريب دو سوا، دائما كنفصلو على الظهر ديال الثوب، هذا هو الوجه، وكنفصلو على الظهر ديال الثوب. هنا عندنا بصاله غادي نفصلو في السيحه الوسط وحده، والجلاي دائما الجلاي تيكون من الحاشيه ديال الثوب، من الحاشيه يعني من الاخير ديال الثوب. ميمكنش يكون جليل في النص ديال الثوب حيت غنضيعو الثوب بزاف. هنا عندنا مادام عندنا فتحه الوسط غنديرو فيها 42 في جليل، وغادي نهبطو بواحد 3 سنتيم، غادي نطلعو بواحد 3 سنتيمتر في الجناب ديال لوغلي باش ما تجيناش الجلابه مجنوحه، يعني كاين فيها جناوح. فضروري هكذا. وكناخد من بعد واحد لوغلي هنايا، كناخد دائما 8 سنتيم في لوغلي اللي كانت عندنا بياسه بلوغلي. هاد الجلابه والقفطان ديال مولاتهم. هنايا غادي نشوفو في صاله مبسطه بطريقه سهله. من بعد ما كناخدو لوغلي 8 سنتيم، غادي ناخد دابا الطول ديال السيده، عندها في الطول متر 34، غادي ناخد متر 34. نقرب لكم الثوب باش نبين لكم اكثر، تكون صاله واضحه تماما. دائما ديك الحاجه راه كنحيدوها بالمقص. بالنسبه لي انا كنحيدها، انا كتجي غليظه في الخياطه. هذا هو العبار ديال السيده. جبت عندي الكتاب، عندنا هنايا الطول ديال السيده متر 34. باش نقرب لكم اكثر غادي نقرب لكم، نجيب لكم عندي كاميرا باش يبان احسن. هنا هاد الحاشيه كما قلت لكم سبق لي، قلت لكم بانها كتحيد. علاش؟ لان كتجي خيطه غليظه كتجيش مزيانه، فانا كنحيدها في جميع اللبسات، سواء كانت شتا او جلابه او او قميص، او المهم جميع الثواب اللي فيهم الحاشيه غليظه كيتحيدوا. هنا عندنا الطول ديال السيده متر و 34. درت واحد الخطيط كما كنشوفوا، وغادي نبدا نطراسي في الكول ديال فين غيسق القب. هنا عندنا 8 سنتيم في العرض ديالو وفي الطول ديالو. هذا طاي ستوندار، هذا عبر ستوندار كنديرو 11 سنتيمتر، وتنقورو غون في، ما تنقوروش داير، لان هاد التركيبه هنا ديال القب كان 8 سنتيم على 11. كنعيد العبار 8 سنتيم على 11 سنتيمتر، وكنقورو غون في، ماشي في ماشي غون في. هنا كنطراسي الكتاف، اكيد كنطراسيو هنايا في الطراساج الربع ديال السدام. هنا كنطراسي الكتاف عندها 21 زائد والسنتيم ديال الخيط هي 22، وكنهبط ب 3 سنتيمتر. هنا عندنا في الصدر 31 زائد 2 سنتيم ديال الخياطه في الجناب، عندنا دوفون، فجوج ديال سنتيم ديال الخيط غنحتاجو هي 33. وهنايا كناخد تركيز 26 سنتيمتر. هذا هو العبار التركيز اللي كنديرو، كيجي غزال غزال غزال، كيجي زوين، كيجي يطيح نيشان. هنا في الكاغور كناخدو نيشان وكندورو هكذا بايديا والبستيعانه بالبيروكي بالبيستولي. وهنايا كندخل بواحد سنتيم ونص في الكاغور ديال دوفون، ما كندخلش في الكاغور ديال في القفص الصدري تاع دوفون.
وما تندخلوش في كيمشي نيشان في القفص الصدري ديال الظهر، واخا في الكاغوغ ديال الظهر. وهنا كنطراسي التركيز ديالي وانا مرتاحه، كناخد ديك 26 سنتيمتر كتجي رائعه في العبار. طاي ستوندار بالنسبه للعبار من 27 للفوق، 27 28 29. بالنسبه للصغرى خصني ناخد اقل اكيد او لي ضعيفه. هنا الحزام 28 سنتيمتر زائد 2 سنتيم ديال الخياطه هي 30 سنتيمتر غادي ناخد هنايا. هذا العبار ديال السيده ديال موس الجلابه. هنا عندنا في البصان هاد الهبطه هادي كنهبط ب 61 سنتيمتر، 60 61 سنتيمتر. وكنطراسي الحوض البصان لي هونش عندها السيده 32 سنتيمتر، كنزيد 2 سنتيم ديال الخياطه هي 34. وكنلاقي لاطاي مع البصان والبصان مع لوغلي، مع داك العبار اللي خدينا في ديال جليل هذيك 42 سنتيمتر اللي خدينا، حيت عندنا هنا فتحه بوسط. وكنبدا نفصل وانا مرتاحه. انا كنحاول نيتو على حساب باش يبان لكم العبار مزيان. هنايا راه كنكمل الفصاله ديالتي، وما نساش هذيك 3 سنتيمتر اللي طلعت بها غادي تقطع باش يجي داير. وكنحط دوفون واحد كناخدو كنحطو على الظهر كما كنشوفوا انا في القفص الصدري. ما دخلش بديك سنتيم ونص، مشيت بها نيشان، ما دخلش بديك سنتيم ونص، مشيت بها نيشان. كما الفصاله ديالتي وانا مرتاحه لان خديت هبار مزيان وترصيت مزيان ان شاء الله. هنايا غادي نطراسيو الكمام. حنا حيدنا دوفون وحيدنا لو دو وغادي نطراسيو الكميمات. كناخد 30 سنتيم، كنسرح الثوب كناخد 30 سنتيمتر غادي كنخليها ديال القب اللي في الجنب، فوالا ديك ديال القب. ومن بعد كنطراسي الكمام ديالنا ديال السيده. هنايا كنطراسي كناخد الى عقدت واحد 29 سنتيمتر كناخدها هي كنهبط 12 سنتيمتر وكنطراسي كما العاده. كنقسم كندير نقسمو على جوج، نعاود نقسمو على جوج، وكنهبط بسنتيم ونص وكنعاود نطلع بسنتيم ونص وكنطراسي تركيز لراس الكم ديال التركيز فين غادي يركب التركيز. وهنا كنطراسي الطول تاع السيده زائد 4 سنتيم ديال اللوغلي، يعني غادي نصوب للوغلي حيت خدامين او خدمنا كما كتشوف في الصوره عندنا خدمنا غير بالطراسن، خدمنا سامبل الجلابه بالقميص ديالها. هنا كناخد تركيز باش نعبر على راس على الكم. هنا ما نساوش كنهبط، ما قلتهاش لكم قبيله، كنهبط بواحد سنتيم ونص حتى 2 سنتيم باش ما يجيناش طالع الدوفون في اللبسه ديالو، باش ما يجيناش لي دوفون كيطلعوا او الجلابه كتلح اللور. وكما شفتوا بان جاني التركيز مزيان وهذاك. وكنكمل الفصاله ديالتي ديال الكمام باش ندوزو القب ان شاء الله. ونعبرو ما نساوش الكراني هي لغه الحوار مع الخياط مع المعلم. وهنا هاديك البلاصه اللي عقلتو قلت لكم نخلي واحد 30 سنتيمتر هي ديال القب باش يجينا قب وافي مزيان. هذه الطريقه الصحيحه باش نطراسي الكم باش نطراسي القب. هنا كناخد العبار ديال القب. هنا غادي ناخد الطول ديال القب، وهذا الجهه المسدوده تيكون فيها 30 سنتيمتر. نعقلو الجهه المسدوده دائما تكون فيها 30 سنتيمتر، هذا بالنسبه للقب عادي. والطول ديال القب 41 سنتيمتر. وديك الحاشيه كنحيدها دائما في اي ثوب كنحيد فيه الحاشيه. وهنا كناخد 22 سنتيمتر وغادي نهبط ب 9 ديال سنتيمتر. هذا هو العبار ستوندار ديال القب عادي. هنايا كنلاقي 30 سنتيمتر العبر في الجهه مسدوده مع 9 ديال سنتيمتر. وهذه باستعانه بالبيستولي او بايدي، انا ولفت نطراسي بايدي. كناخد العبار نيشان هكا
وكنقسمو على جوج، نعاود نقسمو على جوج، التحتاني نهبطوه بسنتيم ونص، والفوق كنعاود نطلعو بسنتيم ونص وكنطراسيو عادي. وهنا غادي نفصل الثوب كما شفتوا بان الحاشيه دائما تنحيدها، وهنا كنطراسيو انا مرتاحه ونكمل البصله تاع جلابه وانا كنجمعها نقادها، لان غادي نبداو ان شاء الله دابا غادي نطراسيو او غنبداو نفصلو القميص ديال الجلابه ان شاء الله. هنا عندنا قميص ديال الجلابه، فالثوب خديته على 4 وماشي كامل، خليت واحد الطرف شات تما، خديت غير اللي غيكفيني، خديت في هاد العرض ديال هنايا هذا اللي في الحاشيه اللي شات مني، ولا غنخرجوا فيه الكمام. هنا الكمام ما عندناش، الثوب عندنا فيه غير متر و10، فضروري من الخراط، وديك الخرطه ما كتجيش باينه بمره مع الخياطه. وهنايا راه صوبت ليها في القميص 44 سنتيمتر لانه مسدود ما فيش الفساحي بمره. هنايا باش نحاول نهبط لكم الثوب، انا دائما كنخلي له غلي 8 سنتيم، من بعد كناخذ ليها الطول ديال العبار ديال السيده اللي عندها متر و34، متر و34 كنزيد عليها دائما سنتيم 3 سنتيم ديال الخياطه وديال الهبطه اللي غادي نهبطو بها من الفوق، فغادي تكلمنا 3 سنتيم في الطول، فضروري غادي نزيدوها في العبار ديالو. يعني عندها متر و34 زائد 3 سنتيمتر هي شحال؟ هي 37 متر و37. هنا غادي نطراسي باش نحاول نطلع لاكام باش يبان لكم اكثر. هذا علاش ما خديتش العبار ديال الجلابه وحطيته وطراسيت عادي قميص، علاش؟ لان الثوب ديال الجوهره، هذا جوهره اللي كنفصلو فيه، الثوب كيزلق يعني كيتملص كيزلق، فما يمكنش هي، فخصني ناخذ عاوتاني عبار من جديد باش يجي السيده يجيها مزيان. فهنا في العرض راه خديت 44 سنتيمتر، واللي شاط خليته من الجهه الاخرى شاطه تما فين غادي نخرجوا لكم. هنا غادي ناخذ الكول 8 سنتيم وغادي نهبط لهنايا ب 11 سنتيمتر، لان غادي نخلي ليها الكول طالع. علاش؟ باش يبان ليها من الجلابه، باش يبان ليها الكول والكمامات خليتهم طوال كما كتشوفوا في الصوره على اليمين ديالكم. هي هذه كنخيط فيها دابا، كنفصل فيها هادو هي اللي راهم مخيطه. هنايا غادي ناخذ الكول الدوفون والكول ديال لودو بجوج، لان في البصله خصني نقطع غير الظهر بوحدو ونحيد الكمام، نحيد الثوب نحلو باش ناخذ البصله ديال الدوفون. هنا كناخذ بطبيعه الحال نفس العبار اللي خديت في الجلابه ديال الكتاف، نفس العبار اللي خديت ديال الجلابه غادي ناخذو في القميص نفسو تماما، غير هو خصو يتراسى بوحدو. علاش؟ لان الثوب ماشي بحال، يعني الجوهره راه موريتكمش كيفاش طويتو كيفاش حطيتو. علاش؟ لانه كيبقى يزلق يعني بزز ما تصاوب ليا. انا كنطراسي هذه نفس العبار اللي درت في الجلابه غادي نديرو في القميص نفسو تماما، 21 زائد سنتيم ديال الحيطه هي 22 في الكتاف، وكذلك الصدر نفس العبار اللي درتها، غير هنا غادي نزيد غير سنتيم واحد. علاش؟ حيت الخياطه غتكون غير من جهه واحده ما غتكونش من الجهه الاخرى، لان من القدام راه مسدود هو قميص، داكشي علاش كيتسمى قميص، لانه كيكون مسدود تماما من القدام من الدوفون. لانه قميص القفطان هو اللي كيكون محلول كامل، والقميص كيجي غير مسوق غير النص. هنايا كنكملوا العبار كامل اللي خدينا كما كنشوفوا الثوب راه انا كنحاول معاه هو كيبقى يتابعني لانه خفيف بزاف. هاد الجوهره مزوقه. هنا كناخذ العبار نفسه اللي خديت في الباصان، كنزيد عليه غير سنتيم واحد ديال الخياطه باش نطراسي الباصان، وكنلاقي لاطاي كما العاده. كما داكشي درنا تماما في الجلابه، كنلاقي لاطاي مع الباصان مع دورة الحوض، ومع دورة الحوض كنلاقي عاوتاني مع جليل كما كنشوف.
ودابا غادي نفصل، فما تنساوش في الفصاله غادي نفصل غير الكول ديال الظهر، تنفرقو ما عادش نفصل الكول ديال دوفون. وكنفصلو هكا وما نساوش ديك الطلعه. هنا راه طلعت باكثر، طلعت ب5 سنتيم لان دايره 44. هنايا انا فرقت وغادي نعاود نقاد الثوب مزيان، يعني غادي نفصلو نسوق. هذا على فكره نفصل غير بالطريسنات، مخيط غير بالطريسنات والعقيدات. هنا غادي نفصل الكول. الكول غنفصلو داير 8 على 11 اللي درت، خليتو طالع شويه باش يبان كما كنشوفو في الصوره على اليمين. وكنقص واحد شويش من الكتاف ديال دوفون باش ما يجيناش القميص طالع على الظهر، باش ما يجيناش هارب اللعور هكذا على الظهر. وفي الكاغور ديال دوفون راه كندخلو بواحد سنتيمونس كما العاده، هاد سنتيمونس في الكاغور ديال في القفص الصدري تاع الدوفون راه ضروري. علاش؟ باش تجينا خدمه متوبله في صاله زوينه. هنايا كنفصل الكول كما كنشوفوا. شتو هكذا. وهنايا غادي نفصل من السوق من بعد ما كنقاد الدوفون على خوه تماما. وبالنسبه للجوهره راه كيعاوننا داك الغي بان كنفصلوه كيمشي نيشان، يعني ما كيمشيش عويل. هنا كناخد 34 او 41 من الكتاف او 34 من الكول باش نفصلو نسوق. داكشي علاش كيتسمى قميص، لانه تيبقى مسدود من دوفون نحلو غير من السوقات هنايا. وهذه هي فصله. ودابا غادي نجيو لاهم حاجه اللي هما غادي نفصلو الكمام بالخراط، وغادي نتعلموا كيفاش نفصلو الكمام بالخراط. عندنا جوج طرفه ديال الثوب هنا. بالنسبه ما قلتش لكم هنا بالنسبه للظهر، فضروري كندخلوا بواحد سنتيم ونص في الظهر، باش لان كتكون واحد الخويه في الظهر باش تجينا خدمه متوبله وتجينا في صاله زوينه. وعلى فكره هذه غادي الدسم ونساو جاتها رائعه. هاد البصله جاتها غزاله ما شاء الله. هنا في الدخله. هنا غادي نبداو في البصاله ديال الكمام بالخراط. كنتعلموا فركزوا معايا مزيان. هنايا الصاله ديال الكمام بالخراط عندنا جوج طرفه ديال الثوب. غادي نقسموه من النص، لان غادي عندنا طرف ديال الثوب اللي شاط طويل ولكن ما عريضش، فغادي نقسموه من النص. او ناخذوا العبار ديال الكمام نزيدو عليه واحد 10 سنتيم لان تيبقى يزلق باش ما يبقاش نمشي ديكراج فيه. عندنا جوج طرفه ديال الثوب، واحد عريض شويه وواحد لا. هذاك اللي عريض شويه هو هذا في ايدي دابا تماما. فانا غادي نبقى معكم بشويه في بزاف اللي طلبني على الخراط، الكمام بالخراط كيفاش يتفصل. بزاف اللي كيتخلع من هاد البصاله ديال الكمام بالخراط، وكاين بزاف اللي ما كيعرفش ليهم، فداكشي علاش كنفسر بشويه. هذا هو الطرف اللي شاط قصير، يعني ما فيش العرض. بغيت نقول يعني ما فيش العرض. غناخذوا الحاشيه على الحاشيه كما غنشوفوها هكذا. غنقضوا الحاشيه على الحاشيه بحال هكا تماما. واخا ناخذوا الحاشيه على الحاشيه. الا خافنا يزلق الثوب او يتحاوز او شي حاجه بحال هكا، من الاحسن تشدوه بالفنيت، من الاحسن تشدوه بالفنيت. وهنايا الجهه العريضه ديال الثوب هي هذه. هذا هو الحطه ديال الكمام. نتوما كما كنشوفوا الحاشيه على الحاشيه ديال الثوب وجات مقاده. ومن بعد ان شاء الله نقابلكم هكا بشويش. من بعد ان شاء الله هانتوما لا كنظن ما كانش شاده مزيان.
نعاود لكم الحطه، ان ما نسددش لاكام بان ما كانش محطوطه مزيان. نعاودو نحطو الحاشيه. من الأحسن تكون هذيك الحاشية يعني ما كانش نقادوها بالمقاس، كانت عندنا واجدة هاد الحاشيات اللي تيكونوا راه غادي يجيو مخيطين كيجيو زوينين، يعني كيجيو ما باينينش بمرة، الخياطة ما بايناش بمرة ما بايناش. هكا كنشدو الجهة الكبيرة هذه كتكون جهتنا، باش ملي كنحطوه كيعطينا التركيز فين الجهة العريضة. شفتوا الجهة التحتانية راها قصيرة شوية، يعني مفيهاش العرض. هذا هو الطريقة الصحيحة ديال الحطة ديال الكمام بالخراط. هذه حطة ديال الكمام بالخراط. وهنايا ان شاء الله غادي نبداو نفصلو الكميمات، غناخدو واحد الخطيط نديرو واحد السطر بالطباشير يكون يكون بقاد بالكريون، يكون بقاد هكايا. وإلا عقلنا درنا 26 سنتيمتر غادي ناخد 26 سنتيمتر هنايا، وغادي نهبط كمل عندها ب 12 سنتيمتر. مهم 12 سنتيمتر كتجي رائعة في الخدمة ديالها. وكنطراسي هنايا كما العادة، وكما طراسيت لكم كنطراسيتي هنايا. وهنايا كمننساش نخليلو غلي ضروري حيت عندنا غير طراسن. وهنا كنعاود كما درت في الجلابة ندير عاوتاني في القميص، نعبر وهكذا كندير الكرانة. وهذا هما الكميمات بالخراط. هانتوما شوفوا نسرح لكم تشوفوا هنايا كتجي لا ليزيغ على لا ليزيغ ديك الحاشية، وموجه لكم جرائع كيجي زوين. هنايا كملنا البصال ديالنا، وكنتمنى ديروا ابوني ومتنساوناش فضلا دعم القناة ليصلكم كل جديد دائما. ونخليكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في حصة اخرى مع السلام مع موديلات اخرين ان شاء الله. مرحبا بكم ومع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.